السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذة رجال حاج منصور بن علي المحامية. مساء الأنوار يا توانسة. في هذا الشريط نحب نتوجه بكلمتين للاتحاد العام التونسي للشغل اللي هبط اليوم بتاريخ 25 فيفري يستعرض في عضلاته، ما نعرفش على شكون يستعرض فيها، على الحكومة أو على الشعب. كان مش نقولوا الاتحاد يستعرض في عضلاته على الشعب، ونقولوا الشعب راهو يعرفك. يا نعم، الشعب يعرف شكونه الاتحاد، يعرف أن الاتحاد خذله في عهد بن علي، يعرف أن الاتحاد أنا مش كمنظمة لهنا، لا كرموز الاتحاد وكمكتب تنفيذي للاتحاد، حط يده في يد بن علي وجعل من منظمة العريقة هذية حزب لترويض الفقراء ولوأد الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية. عاد الشعب يعرفك يا اتحاد، قال لك من وليو الشرفة كم يموتوا كبار الحومة. توا كنت تستعرض انت في عضلاتك على الحكومة هذية، عاد نقولوا لك راهي الحكومة هذية نحن كشعب راهي شرعية، يعني الشعب هو اللي حط الحكومة هذية. إذا انت فاشل في استعراضك للعضلات الغير مفتولة، تنقول لك علاش الغير مفتولة؟ خاطر كان جات مفتولة تجيب نتائج. على الشعب معناها يعرفك، والحكومة هذية الشعب مساندها، ويعرف أن الحكومة هذية عندها مشاكل لقاتها قد دولة بريسك خراب، يعني اقتصاد متدهور، طاقة شرائية متدهورة، حالة اجتماعية مزرية على كل المجالات. منين ندور تدور وجيهك تلقاها خراب في خراب. يا اتحاد، كان فتلت عضلاتك على بن علي زمن خوصصة المؤسسات العمومية وزمن التفريط في المؤسسات الكبرى العائلة الحاكمة، عصابة بن علي والطرابلسية، وتسريح العديد من العمال من مواطن الشغل متاعهم. راك توك تستعرض عضلاتك على الحكومة هذه. نقولوا الاتحاد يعطيه الصحة السانس، معناها يرعب الحكومات، ومعناها كان حكومة الجبالي ترعد منه وتخاف منه. اما نقول لك حكومة الجبالي ماهيش باش تخاف منك، لأن عضلاتك ماهيش عضلات مفتونة، بل هي عضلات هزيلة وهزيلة جدا، عضلات شيب عمره 80 سنة خير منها. نذكرك يا اتحاد وأنك في الحوض المنجمي 2008 توطأت انت مع بن علي باش تم وأد معناها الاحتجاجات للعمال وتم الزج بيهم في السجون. نفكرك يا عبد السلام جراد ومجموعة عبد السلام جراد اللي هي في الاتحاد توا، حتى كان هي مش في القيادات ولكنها موجودة وحتى يدها مع يد اليسار. نفكرك بكونك كل الخطابات متاعك مسجلة على الفيسبوك، الارشيف متاعك على الفيسبوك يدل على انك انت كنت خائن لهذا الشعب، للطبقة الشغيلة والطبقة العاملة. انت كنت سبب في تدهور الطاقة الشرائية، وانت كنت الظهير الاساسي للرأسمالية في تونس. يا نعم، انتم خونة والشعب من حقه انه يقاضيكم. وانت عبد السلام جراد قضاياك موجودة في المحكمة، اسمك موجود في العديد من العقارات، الشيكات اللي تاخذ فيهم بن علي واللي خذيتهم زمن الثورة باش تعاونوا على إخماد الثورة، كل هذا في رصيدك وفي رصيد النقابيين الموجودين توا في معناها المكتب التنفيذي. المكتب التنفيذي ليس هو القاعدة، أعلم ذلك جيدا وكل الشعب التونسي يعرف، وأن في قاعدة الاتحاد هنالك مناضلون، هنالك من شارك في الثورة، هنالك من وقف لبن علي أيام الثورة، هنالك من ندد زمن معناها الطغيان نتاع بن علي، وكلهم دخلوا السجون أو أنهم يعني كانوا مشردين.
يا اتحاد يا مكتب تنفيذي، انا نقول لك بالعمله متاع اليوم تكشفت يا نعم. يلزم لهنا الطبقه الشغيله والعمال في كل القطاعات يعملوا نقابات على رواحهم وما يقعدوش تحت ظل معناها مكتب تنفيذي فيه جماعه غير قادره حتى تكتب اسمها على القله، واذا كان عرفت تكتب اسمها على القله ما عندهاش معناها تاهيل سياسي واجتماعي وثقافي باش هي تنجم يعني تكون تفكر مليح وتكون صد منيح وتعمل التوازن بين الحكومة وبين الطبقة العاملة. أنا نذكرك يا اتحاد بالتاريخ متاع الاتحاد. يا نعم المنظمة هذه منظمة مناضلة، ناضلت في معناها لإخراج المستعمر من تونس واستشهاد الشهيد فرحات حشاد أكبر دليل ذلك. نحن الاتحاد هذايا كان يكون مكسب لتونس، كان طيلة 20 سنة تحت نظام بن علي ناضل من أجل الطبقة الشغيلة، لكنه ناضل من أجل مصالح شخصية وذاتية وحط يده مع المجرم بن علي. المنظمة هذه اللي تسمى بها محمد علي الحامي، فرحات حشاد، لحبيب بن عاشور. لحبيب عاشور أنا خلطت في عهده في السبعينات، كنت لسيان وكنت نتذكر معناها ايش كان عامل، معناها كان معناها يد تلوي ذراع الحكومه من اجل الطبقه الشغيله. لحبيب بن عاشور في عهده هو كسب الاتحاد عقارات، كسب الاتحاد اوتيل اميلكار. انا نسالك اليوم يا اتحاد وين اوتيل اميلكار؟ فرطتوا فيه بالفساد المالي نتاعكم. كسب شركه تامين الاتحاد اللي هي توا فالسه. وعلاش فالسه؟ من الفساد نتاع المكتب التنفيذي نتاع الاتحاد، سواء كان تحت السحباني او تحتك انت يا عبد السلام جراد. يا اتحاد انا نقول لك ما نعيشه اليوم من تدهور اقتصادي واجتماعي هو بسببكم انتم وخيانتكم انتم في عهد بن علي، ولهذا العضلات نتاعكم هذه ما تنجموش تستعرضوها لا على حكومه الجبالي ولا على الشعب هذايا. ونقول لكم ان الشعب فاق بيكم، وفما ناس توا قاعده تفكروا انها تعمل نقابات، كل معناها قطاع خاص يعمل النقابه نتاعو وما يقعدوش تحت معناها السمسره نتاعكم انتم والمتاجره بحقوق هذا الشعب. وفي النهايه انا نقول يا توانسه الحكومة هذه بما فيها معناها من تباطؤ في تنفيذ معناها طلبات الشعب، هي حكومة وجدت دولة مريضة، وأن الاتحاد الذي وضع يده في يد اليسار الفاشل في الانتخابات لن يذهب بعيدا. أنا بعض الوجوه السياسية في اليسار نعرفها وكنت ألوم عليها وأقول، قلت لهم انتوما وكان ما ضربتوش الإسلام وكان ما ضحكتوش على الإسلام وكان ما زكيتوش كل واحد طعن في المقدسات، راكم كنتم انتوما مع النهضة في الحكم، لكنكم انتوما ضربتوا في الإسلام، وما دامكم ضاربين في الإسلام لن تأخذوا شيئا من هذا الشعب. واليوم الوقفة الاحتجاجية نتاعكم والثورة هذية والجعجة هذية معناها فهمت معناها الشعارات اللي ترفعوا فيهم ما هي مش تأثر على حتى حد. وراك اتحاد ما عندكش جمهور، ويلزمك تفرق ما بين الاتحاد كمؤسسة وبين النقابي كمواطن. وفي النهاية أنا نقول ونذكر وأن كلمة قالها عبيد البريكي الناطق الرسمي للمكتب التنفيذي بعد صعود الإسلاميين إلى الحكم، قال إن الاتحاد ماكينة تطحن لكل من يتصدى لها. يعني راني أنا فوق القانون نعمل شو نحب، لا ماكش فوق القانون وراك ماكش باش تطحن حكومة شرعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.